السلام عليكم متتبعي الكرام، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كلكم على خير. مرحبا بكم معايا في قناه نادين نونو. مرحبا والف مرحبا. اليوم ان شاء الله غادي نقدم لكم فيديو جديد ووصفه جديده. والوصفه تاع اليوم ان شاء الله هي ميني كنافه. ميني كنافه تجي بريستيج همويه، تقدروا توجدوها للاعراس ديالكم، الحفلات، الاعياد، علاش لا، وحتى الضيوف ديالكم. تجي مقرمشه ولذيذه وغزاله شهوه منها. تنتمنى منكم تشجعوني باللايكات ديالكم والتعاليق الزوينه اللي كتكتبوا ليا، وما تنساونيش الزوينات من واحد اللايك في هذا الفيديو. وتنتمنى تتبعوا لا فيديو من الاول حتى الاخر باش تعرفوا المكونات وطريقه التحضير. بسم الله وعلى بركه الله. اول مكون عندنا هو الكنافه. الكنافه البنات كما تعرفوا كنا ما يعني كانت غريبه شويه علينا وما كناش نلقاوها، اما دابا راه ولات موجوده الحمد لله في المحلات اللي تيبيعوا اللوازم تاع الحلويات. ولات يعني رخيصه بثمن ماشي غالي. انا خديت نص كيلو ب20 درهم. تبارك الله ما شاء الله، راه تيعطي كميه كثيره. المهم البنات انا غنقسمو على جوج المرات. غادي ندير معكم دابا به ميني كنافه، ومن بعد ان شاء الله غادي ندير معكم به شي حاجه اخرى. غادي ناخذوها وغادي نفكوها مزيان مزيان. المهم الا كانت عندكم في المجمد بحال دابا انا هذه راه كانت عندي في المجمد وجبدتها في الليل، واليوم في الصباح هي اللي غادي ندير معكم هاد ميني كنافه. خليوها حتى تطلق مزيان مزيان، ماشي تجبدوها جامده وتبداو تخدموا فيها. تنبداو نفكو فيها هكا على شكل شعيرات، ودوك التكتلات كاملين اللي كيكونوا فيها تنحيدوهم. وغادي نضيف ليها انا 3 المعالق تاع سكر كلاصي، وواحد الزلافه تاع الزبده اللي تندوبوها. ما تنخليوهاش تتولي نوازيط، غير ندوبوها صافي. لحقيتاش باقا غندخلوها الفران، يعني ما كاين لاش نخليوها تتولي نوازيط باش جينا فيها واحد اللذه اللي تكون زوينه. ومن الافضل ومن الاحسن ديروا الزبده اللي تكون بجوده عاليه باش تعطي واحد النسمه زوينه. ما ديروش الزبده تاع المارغرين باش تجيكم هاد الكنافه لذيذه. غادي نبقى بهذه الطريقه هذه. المهم كما تشوفوا رانا فكيتها في الاول مزيان مزيان، ودابا تنبسبس فيها بديك الزبده وداك السكر كلاصي. هاد الطريقه اللي غنوريكم راه تقدروا ديروها حتى في بحال كيفاش نبغيو نديروا الرفيسه. يعني ديك الكنافه كنعمروها بالبيض تاع السمان. غير هي خواتاتي الا بغيتو تعمروا هذيك الكنافه بالبيض تاع السمان ما كنديروش فيها سكر كلاصي نهائيا، تنديروا غير الزبده فقط. اما لا بغينا نديروا الكنافه الفرديه بحال هكا كما تشوفوا معايا، ضروري كنديروا واحد شويه تاع سكر كلاصي باش دغيا كتحمر لينا. ودابا بعد ما بسبستها مزيان مزيان، يعني دخلت فيها داك السكر كلاصي وديك الزبده حتى دخلتهم مزيان مزيان، غادي ناخذ اخواتاتي بحال هكا دوك الشعيرات تنهزهم هكا طوالين، وكنبدا نلف فيهم على دوك 2 صبعان. غادي نبدا نلف فيهم هكا حتى تندورهم مزيان مزيان. يعني تندير واحد الكميه اللي هي لا باس بها. لحقيتاش الا درتو غير واحد شويه يعني دغيا كدوب لكم في الفران، فلهذا غنديروا واحد شويه، واحد الكميه اللي هي لا باس بها. غندورها هكا على صبعاني وغندير واحد الحفيره الوسط بحال العشيش، بحال داك الشكل تاع العش صافي، وكنحطها في المول تاع الكاب كيك. هاد الطريقه البنات راها ساهله، راه حتى المبتدئات ان شاء الله يقدروا يديروها. راه تجي سهله سمحوا لي، وتجي همويه في الشكل ديالها، وكذلك حتى المذاق ديالها تيجي غزال. المهم اخواتاتي الناس اللي ما كيعرفوش هاد العشيش اللي كنديروا فيه البيض، ها هي الطريقه ديالو. وانا اليوم غادي نديرها لكم حلوه، غادي نديرها ان شاء الله حلوه، راه غادي تعجبكم وغتعجب حتى الوليدات ديالكم. كما تعرفوا الكنافه كنا تنشريوها غاليه، يعني كنشوفوها ما كنقدروش نزعموا عليها، ولكن دابا راه ولات رخيصه، يعني ولات في المتناول تاع الجميع. وهاد الكنافه اخواتاتي راه فاش نبغيو نديرو بحال هكا في الاعياد اولا في الاعراس، راه تنوجدوها في اخر لحظه. اخر لحظه تقدري توجديها، يعني راه ساهله وكتوجد دغيا دغيا. غير هي تتبغي شويه الخاطر هاد الكنافه فاش نبغيو نحلوها، الحلان ديالها هو اللي شويه تيشد لك الوقت، ويعني وخاصك الخاطر ليه. فاش تبغيو ديروها البنات ديري واحد الكريسي هكا وريحي حدا الطبله باش تجيك ساهله. اما الا بقيتي واقفه هكا حدا البوطاجير يعني تتشد لك الوقت وكتعياي. هذه هي النصيحه ديالي. فاش تبغي ديريها اختي ديرها فوق الطبيله ديالك وريحي، وان شاء الله راه دغيا توجديها. راه تقدروا ديروها البنات في الاعراس،
راه تتعطي واحد الشكل اللي هو زوين. وكذلك حتى في الاعياد وحتى في بحال كون جايين عندكم الضيوف ديالكم، راه تيجي الشكل ديالها هماوي وتيجي بريستيج. المهم البنات انا عمرت الطاوه تاع الكاب كيك الاولى، وغادي نعمر الطاوه الثانيه. غير غادي ننصحكم اخواتاتي واحد النصيحه، دابا انا فاش نعمر فيها راه الفران دايره تيسخن، يعني غادي تسخنوه مزيان مزيان. وفاش غتبغيو تدخلوها للفران ماشي توصلوا تدخلوها، لا البنات ضروري ما تغطيوها بالورق تاع المطبخ. سمعتوني يا البنات؟ غتغطيوها بالورق تاع المطبخ باش ما تتحمر لكمش من الفوق دغيا دغيا، ما تحرقش ليكم. اما الا وصلتي يا اختي ودخلتيها للفران هكاك راه غادي تحرق لك من الفوق. المهم البنات فاش نكملها ضروري ما كنبقى نقاد ليها في دوك الحفيرات الوسط. صافي البنات راه الطريقه ديالها ساهله مهله. دابا انا غندخلها للفران تطيب وان شاء الله انا معكم. ودابا باش غنعمرها بهاد الحشوه هذه، عندي البيستاش وعندي اللوز وعندي القرقاع. غنضيف لهم واحد المعلقه ونص اولا 2 معالق تاع العسل العادي، وواحد المعلقه تاع الناباج. نتوما تقدروا تضيفوا اي فواكه جافه عندكم، حتى المعسلات البنات تقدروا ديروهم. ودابا شوفوا فاش طابت معايا راه دغيا كطيب كما قلت لكم الا كان فيها سكر كلاصي. اما اللي تنديروها للرفيسه راه كتشد لينا الوقت. غادي نسقيها غير بواحد شويه تاع العسل، ما تيكونش البنات سخون لحقاش هي راه باقا سخونه بحال خرجتها من الفران. العسل تنكون مذوباه من قبل، يعني تيكون غير شويه دافي، وكنسقيها مزيان مزيان وكنبدا نحيد فيها. راه دغيا كتحيد ما كتلصق ما حتى شي حاجه مع فيها ديك الزبده، يعني راه دغيا كتحيد لينا من المول. شوفوا البنات كيفاش تجي، يعني تجي محمره من الفوق ومن التحت، ما تنخليوهاش تحرق لينا. كما قلت لكم ضروري ما تغطوها بالورق تاع المطبخ باش ما تحرق لكمش من الفوق. صافي البنات انا دابا غنديرها في صحن التقديم وغادي نبدا نعمر فيها. كما شفتوا رانا سقيتها بالعسل، تقدروا تضيفوا فيه حتى المزهر، الروح تاع المزهر البنات ضيفوها في العسل وسقيوها. انا ما متوفرش عندي هادشي باش ما سقيتهاش به. صافي غادي دابا نبدا نعمر فيها بواحد المعلقه هكا تاع دوك المكسرات. وانتم الا عندكم حتى الكليكوز حتى هو ضيفوه. انا درت غير الناباج، اكتفيت غير بالناباج والعسل حتى هو راه تيجي زوين وتعطي واحد المذاق اللي هو زوين، وكذلك تعطي واحد اللمعه في دوك الفواكه الجافه. وغادي نبدا ندير في الورد البلدي هكا نزين فيه. المهم كل واحد يزين باش ما بغى. عرفتوا البنات راه تعطي واحد الكميه اللي تبارك الله ما شاء الله. انا رابعه تاع الكنافه كما شفتوا معايا، راه نص كيلو تاع الكنافه قسمته على 2، يعني درت غير 4 وخليت 4، عطاتني 20 كنافه. 20 كنافه وراه تبارك الله ما شاء الله، راه ماشي صغارات، يعني راه واحد الحجم اللي هو زوين. شوفوا البنات كيفاش تجي تبارك الله ما شاء الله، تجي غزاله 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 شهوه منها، تجي هماويه يا البنات. الشكل ديالها غزال ورائع. غادي تعجبكم ان شاء الله فاش غديروها. وهاد الطريقه اللي وريتكم راه سهله ومبسطه، يعني ما فيها لا تعقيدات لا حتى شي حاجه. غير نوضوا البنات جربوها وردوا عليا الخبر في التعاليق. الا بغيتوا تحتفظوا بها اخواتاتي راه ممكن، راه تتبقى فيها واحد القرمشه اللي هي زوينه. تنتمنى تعجبكم، وما تنسونيش الغزالات ديالي من اللايكات ديالكم، وكثروا اللايكات. الله يجازيكم بالخير باش يطلع لا فيديو ويستافد الجميع. ودابا بسلام عليكم، الفيديو جديد ووصفه جديده.